طيب بسم الله الرحمن الرحيم نواصل. المثال ده كان في الدرس السابق. ما الطراز الوراثي والمصهري لكل من الجيل الأول اللي هو F1 والجيل الثاني اللي هو F2 الناتجين من تهجين نباتي بسلة، أحدهما أحمر الأزهار نغي والثاني أبيض الأزهار. طيب قبل ما نشوف الحل احنا المفروض نشوف المعطى في المثال ده شنو. المفروض نستفيد من كل المعطيات الموجودة عندنا. قال لنا ما الطراز الوراثي والمصهري، معناه عايز الطراز الوراثي اللي هو بين المسلوب الأحرف، وكمان عايز معاه شنو الطراز المصهري اللي هو شكل ظاهري. لو كله من منه الجيل الأول، الجيل الأول اللي هو من المسلوب F1 مطلوب، وكمان الجيل الثاني برضه شنو مطلوب اللي هو بدنا نمثله به شنو F2 الناتجين من تهجين نباتي بسلة. نباتين البسلة اللي هم بيرانس البي، أحدهما أحمر الأزهار نغي. أحمر الأزهار نغي دي صفة ظاهرية ووراثية، الاثنين مذكورين هنا. أحمر الأزهار اللي هي الصفة الظاهرية، ونغي معناه آر. طيب نشوف آر حتكون كابيتال ولا حتكون سمول. ونحن عارفين إنه صفة اللون الأحمر في أسهار البصيلة صفة سائدة، فبالتالي هذه آر كابيتال. آر كابيتال. طيب آر كابيتال وحدي، والتاني شنو؟ ما دام في كلمة نغي يبقى دي آر كابيتال. آر كابيتال ده الطراز الوراثي للنبات الأول. والنبات الثاني، النبات الثاني أبيض الأزهار، ونحن عارفين كلمة أبيض الأزهار طراز مظهري وليس طراز وراثي. ولكن كيف نستفيد من هذه الكلمة؟ نستفيد منها كالآتي: إنه أول حاجة أبيض الأزهار صفة متنحية، وعندنا الصفة المتنحية لا تظهر إلا عندما تكون شنو نقية. يبقى دي شنو أبيض الأزهار يبقى نقية. إذن R small، R شنو R small، دي دبل R small، الصفة دي دبل شنو R small. طيب نشوف الحل. كده عندنا الطراز الوراثي لكل من الأب والأم. هل بإمكاننا نجيب التراث الوراثي للجيل الأول؟ نعم ممكن نجيبه. ومن الجيل الأول نجيب الجيل شنو الثاني. نخلي بالنا كويس للمثال ده لأن ده يعتبر مفتاح لدروس جاية. أولا وضع رموز الطرز الوراثية للآباء. الأول نبات بسلة أحمر الأزهار نغي، بما أن صفة اللون الأحمر صفة سائدة والنبات نغي يكتب الطراز الوراثي بالأحرف الكبيرة فقط اللي هو شنو آر كابيتال. آر كابيتال ده نبات واحد من النباتات الآباء. ثانيا النبات الثاني أبيض الأزهار، وهذه طرس أو هذا طراز مظهري، وبما أن صفة اللون الأبيض في البسلة صفة متنحية، وإن الصفة المتنحية لا تظهر إلا عندما يكون الفرد نقيا كما ورد في التعريف رقم 6، فإن الطراز الوراثي يكون شنو R small R small. يبقى من هنا نحن عندنا الطراز الوراثي للنبات الأول والطراز الوراثي للنبات شنو الثاني. كده نحن عندنا الطرز الوراثية للآباء. منها نجيب شنو؟ نجيب ال F1، ومن ال F1 نجيب ال F2. المسألة أصبحت واضحة. ده النبات الأول نبات أبيض الأزهار نغي، وده النبات الثاني نبات أحمر الأزهار نغي زي ما وضحنا R small R small ومعها R capital R capital. وأصلا قانون مندل بيطبق، دي واحدة من شروط قانون مندل الأول، إنه إذا عايزين نطبق هذا القانون بشكل مثالي لازم نهجن نباتين مختلفين في الصفة الوراثية، مختلفين وراثيا، والاثنين كلهم يكونوا نغيين، والواحد يكون عكس التاني تماما.
يعني واحد يكون متنحي نغي والتاني يكون متنحي سائد شنو نغي. كده ممكن نجيب النسبة نسبة 1 ل3 الذكر من في الدروس الصعبة. طيب بيحصل انقسام اختزالي، وقلنا الانقسام الاختزالي ما بيحصل إلا في الأعضاء الجنسية اللي هي المتك والميسم، بتطلع الأمشاج أو الجاميطات. هنا بما إنه النبات نبات نغي بيطلع نوع واحد فقط من الجاميطات اللي هو ار سمول بالنسبة للنبات الأبيض، والنبات التاني كمان نبات نغي بيطلع نوع واحد فقط من الجاميطات اللي هو ار كابيتال. بيجتمع ار كابيتال وار سمول عشان يكونوا شنو؟ يكونوا الجيل الأول اللي هو الجنين بتاع الجيل الأول اللي هو صيغته شنو؟ ار كابيتال ار سمول. طيب هذا النبات الطراز المصهري بالنسبة له أحمر الزهرة، ولكن الطراز الوراثي ماله أحمر الزهرة هجين وليس نغي. إذا كده طلعنا F1 اللي هو ده السؤال الأول، دي صيغة أفراد الجيل الأول. طيب الطراز المصري لأفراد الجيل الأول جميعها حمراء الأزهار. الطراز الوراثي لأفراد الجيل الأول R capital R small. تمام؟ تاني نكرر إجابة السؤال الأول، أفراد الجيل الأول الطراز المصري لهم R أو أحمر الزهر. جميع أفراد الجيل الأول الطراز المصري لها حمراء الأزهار. طيب الطراز الوراثي لجميع أفراد الجيل الأول R capital R small اللي هو أحمر الزهرة شنو؟ هجين أو خليط. طيب نشوف أفراد الجيل الثاني. أفراد الجيل الثاني بنجيبهم عن طريق التلقيح بالنسبة لأفراد الجيل الأول، اللي هو بنخلي أفراد الجيل الأول تلقح نفسها شنو؟ ذاتيا كأنها بنضربها في نفسها. طيب الصيغة الوراثية أو الصيغة الجينية لأفراد الجيل الأول اللي هي R capital R small R capital R small، يعني ده الطراز المصهري بالنسبة لهم نباتات حمراء الأزهار. الطراز الوراثي بالنسبة لها خليطة أو شنو؟ هجينة. طيب نشوف نطلع منها الأمشاج. طيب سؤال قبل ما نطلع الأمشاج، هل بتطلع نوع واحد ولا نوعين من الأمشاج؟ نعم بتطلع نوعين من الأمشاج، لأنها نباتات هجينة، وأي كائن حي هجين بيطلع نوعين من الأمشاج، عكس الكائن الحي النغي بيطلع نوع واحد فقط من الأمشاج. نشوف، يلا نشوف النبات الأول ولا النبات الثاني. النبات الأول طلع نوعين من الأمشاج اللي هي R capital و R small، والنبات الثاني كمان طلع نفس الأمشاج R capital R small. يلا نخلي بالنا هنا كويس كيف نجيب أفراد الجيل الثاني F2 اللي هو من من هنا R capital ومن هنا R capital حيدونا R capital R capital. من هنا R capital ومن هنا R small حيدونا R capital R small. من هنا R capital ومن هنا R أو من هنا R small ومن هنا R capital حيدونا كمان R capital R small. ومن هنا R small R small دي بتدينا النبات رقم 3 اللي هو R small R small اللي هو بكون نبات شنو؟ نبات أبيض الزهرة. نشوف، لاحظ خدنا من الشمال R capital ومن اليمين R capital ادانا R capital R capital اللي هو نبات أحمر الزهرة ماله نغي. كده ده أول نبات. النبات الثاني من هنا R small ومن النبات الثاني R capital R capital R small اللي هو نبات أحمر الزهرة شنو خليط. من هنا أول واحد R capital ومن هنا آخر واحد هنا شنو R small اللي هو ادانا R capital R small مشابه للنبات رقم 2 اللي هو نبات أحمر الزهرة خليط. من هنا R small ومن الثاني R small اللي هو بيدينا نبات شنو أبيض الزهرة. طيب الإجابة للسؤال الثاني ما هو؟ السؤال كالآتي: ما الطراز الوراثي والمصهري لكل من أفراد الجيل الأول والثاني؟ الجيل الأول جبناه أصلا
نشوف الجيل الثاني، ده الجيل الثاني F2. طيب نقول له الطراز المصهري 3 نباتات حمراء الأزهار ونبات واحد أبيض الزهرة. طيب الطراز الوراثي، النبات الأول الطراز الوراثي بالنسبة له نبات أحمر الأزهار ماله نغي، ونباتين نباتات حمراء الأزهار لكن شنو هجينة، ونبات واحد أبيض الأزهار نغي. ودائما أي نبات أبيض الزهرة ظاهريا نغي، ما في نبات أبيض الزهرة خليط زي ما قلنا، لأن صفة اللون الأبيض في أزهار البسلة صفة متنحية، والصفة المتنحية لا تظهر إلا عندما تكون شنو، إلا عندما تكون نغية. يعني الآر سمول ما بيقدر يعبر عن نفسه إلا عندما يجتمع مع آر سمول آخر، إذا اجتمع مع أي كابيتال بيظهر لون الكابيتال. طيب يمكن حل المثال السابق باستخدام مربع اسمه مربع منو، مربع بينيت. وبينيت سموه مربع بينيت تخليدا للعالم بينيت، والعالم بينيت من العلماء اللي عندهم إسهامات كبيرة جدا في تطوير علم الوراثة اللي هو بعد مندل، وشارك مندل في دراسات كثيرة جدا، وشخص ملم بالإحصاء بعلوم الإحصاء. والمربع بتاع بينيت ده بنسميه مربع الشطرنج أو المربع الشطرنجي، ده الاسم الآخر له، لأنه بيشبه مربع الشطرنج. زي ما نشوف نحل المثال بنفس الطريقة، نجيب أفراد الجيل الثاني عن طريق مربع بينيت، ما أفراد الجيل الأول، أفراد الجيل الثاني. لاحظ بنجيب الفرد الأول اللي هو R capital R small، وبنجيب الفرد الثاني اللي هو R capital R small. ديل جبناهم من وين؟ ديل جبناهم من الجيل الأول، ديل أفراد الجيل الأول، لا من لقحوا نفسهم شنو ذاتيا، عشان ده صيغة الفرد الأول والثاني هي نفس الصيغة، النبات لقح نفسه ذاتيا. زي ما شايفين ديل شنو دول الأبوين، بنطلع منهم الأمشاج بنفس الطريقة. النباتات هجينة ولا نغية؟ النباتات هجينة، ما دام هجينة كل واحد لازم يطلع شنو، يطلع نوعين من الأمشاج. طيب النبات الأول حيطلع R capital R small، والنبات الثاني كمان برضو يطلع نفس الأمشاج R capital R small. طيب بنعمل مربع بينت، بنخلص بقية المربعات كيف؟ بالتقاطع. يعني مثل حركة الجندي في الشطرنج، الناس اللي بيلعبوا شطرنج، اللي هي حركة إما تكون راسية إما تكون شنو أفقية. طيب هنا R كابيتال وهنا R كابيتال بيتقاطعوا، هنا بيتقاطعوا في المنطقة دي، بيدينا شنو R كابيتال R كابيتال. يعني من فوق كانت في R كابيتال، ومن الشمال في R كابيتال، R كابيتال R كابيتال. وده بيدينا شنو، بيدينا نبات أحمر الزهرة. يا أخوانا الآر التاني دي برضو شنو، برضو كابيتال، هنا آر كابيتال آر كابيتال. طيب نشوف المربع اللي بعديه. طيب كده حاولوا يتنبؤوا عن المربع اللي بعديه. من هنا آر كابيتال ومن فوق آر سمول، إذن ده آر كابيتال آر سمول، آر كابيتال آر سمول. الأول نبات أحمر الزهرة نغي، والتاني نبات أحمر الزهرة خليط. طيب نحاول نتنبأ بالمربع رقم 3 اللي هو آر سمول ومن فوق شنو آر كابيتال، حيكون مشابه للمربع رقم 2 آر كابيتال آر سمول، وآخر واحد حيكون لنا آر سمول ومن فوق شنو آر سمول. طيب حنشوف حيدينا ار سمول ار سمول، وده النبات الوحيد حيكون لنا شنو، حيكون لنا ابيض الزهرة نغي. لاحظ لو اخذناه بصورة قطرية، الاثنين اللي هنا بيتشابهوا والاثنين اللي هنا بيتشابهوا. يعني شنو، ده نبات احمر الزهرة نغي وده نبات ابيض الزهرة نغي، الاثنين دي الانغياء. وده نبات أحمر الزهرة خليط وده نبات أحمر الزهرة شنو خليط، يعني النباتين دي النباتات شنو نباتات خليطة. ده حل المثال السابق
واصل اشترك في القناة عشان ندخل في قانون الدين التاني.